بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الطبيعي يكسب، البلدي يكسب، وهنعمله في البيت اقتصادي جدا بأقل التكاليف. عايزة تعرفي اتعملت ازاي؟ وانا اقدر ما اقولكيش اتعملت ازاي؟ لازم طبعا اقولك. بصي بتلمع ازاي على ايدي، مش مجليطة. بصي مش مدهننه ولا اي حاجه. بصي ايدي اتشربتها ازاي. دي الطريقه اللي تختبري بيها اي زبده او اي سمنه بلدي. بصي طبيعيه جدا. عايزه تعرفي اتعملت ازاي؟ طبعا هقولك اتعملت ازاي. تعالي يلا بسرعه، يلا بينا. نبدا بسم الله. انا معايا دهون لحمه. كان كل ما اجيب لحمه، لو لحمه ضاني بيديني حته ليا، لو لحمه جملي بيديني حته من السنم، لو لحمه اعزكم الله مثلا جاموسي بيديني حته دهنه او حته كده من السمين والدهون. الكلام ده كله انا حوشته وجمعته اهو. غسلته طبعا كويس وهقطعه بالطريقه دي. حاولي تقطعيه صغير على قد ما تقدري عشان يسيح معاكي بسرعه. اهو بصي ادي ليا ودهن وسنم جملي. كل ده اهو حوالي، يعني لما جمعت كده حوالي يزيد عن النص كيلو بشويه، يعني حوالي كيلو الا ربع. طبعا انت عايزه تجيبي من عند الجزار، هاتي كيلو، هاتي 2 كيلو وخزني عندك، مفيش اي مشكله. بس انا لما كل ما بجيب لحمه بشيل منها الدهون والحاجات الزياده اللي بيحطها لي الجزار دي، وبحوشها وفي الاخر بعملها كده اهي. هنحطها بقى كده على النار. وفي تركة كده صغيرة عشان ما تحسيش بأي زفارة. ايه هي؟ هنحط فلفل أسمر حصى وورق لورا. اوعي تحطي فلفل أسمر مطحون. أحمر ايه بس يا ماما نانا؟ فلفل أسمر مطحون. ليه يا ماما نانا ما احطش مطحون؟ عشان ما يغمقش السمنة معاكي. الفلفل الأسمر الحصى مش هيدي لون للسمنة، بس هيمنع الزفارة مع ورق اللورا. هنوطي بقى كده النار قوي، نخليها كده شمعة. تمام، ونغطيها كده ونسيبها. اهي بصي بعد ما ساحت معايا بقت بالطريقة دي اهي. ما تغمقيش الهشيم بتاعك دون علشان ما يغمقش السمنة معاكي وما يمررهاش، ما يخليهاش فيها مرارة. تمام كده. خدي بالك من التركات الصغيرة دي. تعالي بقى نصفي السمنة معانا كده في حلة تاني عشان هنعمل فيها حاجة تانية. مش هنكتفي بإننا سيحنا الدهون وخلاص. لا 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 يا حبيبة قلبي، ما بقاش ممانهانة. الهشيم اللي طالع ده ممكن تحطيه في المحشي، ممكن تحطيه في الملوخية، ممكن تحطيه في البامية، هيعمل معاكي أحلى طعم. اللي طلع ده بقى هنحط عليه نص كوباية مية ونص كوباية لبن وكوباية إلا ربع زيت. مية يا ماما نانا على السمنة. أيوة يا عين ماما نانا، مية على السمنة. وكمان ده قشطة كنت محوشاها من وش اللبن. لو ما عندكيش قشطة مفيش أي مشاكل، حطي كوباية ونص لبن. تمام. انا عشان معايا قشطه حطيت نص كوبايه لبن مع نص كوبايه ميه مع كوبايه الا ربع زيت. والقشطه اللي كانت عندي وش اللبن دي كنت محوشاها وحطيتها. لما القشطه ساحت حطيت عليها ربع معلقه ملح صغيره وبوطي عليها العين خالص. اهي بصي بقى عامله ازاي، كانك بتسيحي زبده. بصي بالطريقة دي كده اهي. بصي عملت ازاي، ساحت اهي. والمرطة بدأت ترقد تحت من معلقة من نص، من ربع معلقة الملح اللي حطيناها، بتخلي المرطة ترقد معاكي اهي. وما اقولكيش على الريحة، سمنة بلدي خالص بتسيحيها، مفيش اي ريحة زفارة للدهون اللي حطيناها. ليه؟ علشان الفلفل الحصى اللي حطيناه وورق اللورا منع ريحة اي زفارة. كده بقى هنطفي عليها ونسيبها لما تهدى خالص عشان نعبيها مع بعض اهي. بصي سلوك دهب، سلوك دهب كده بتصفيها. بصي عاملة ازاي، بصي الجمال. والريحة ما اقولكيش، ريحة سمنة بلدي بلدي. وايه زي ما بيقولوا كده، حاجة ببلاش كده. كده بقى بعد ما هديت ورقدت المرطة بتاعتها هبدأ بقى افضيها في البرطمانات. انا كنت الحقيقه مجهزه برطمانين، بس لقيت اللي هيتبقى هيبقى البرطمان التاني نصه، فقلت احطها في طبق. يعني املى برطمان
والباقي أحطه في طبق واستعمله على طول. بالطريقة دي كده. بس نصيحة، السمنة دي ما تستعمليهاش في الحلويات، استعمليها في الطبخ بس، وهتدي معاكي أحلى طعم. بصي سلوك دهب نازلة معايا، ايه رأيك؟ وبصي مش غامقة، ولونها عامل ازاي دهبي خالص. دي بقى كده ما تغطيهاش. ليه يا ماما انا ما غطيهاش؟ ما تغطيهاش غير لما تبرد خالص. ليه؟ علشان لو غطيتيها وهي سخنة هتعرق معاكي، ولو عرقت أعزكم الله تعمل وش عفن. علشان تعيش معاكي ما تغطيهاش غير لما تبرد. وكمان في مادة حافظة هنحطها فيها. ايه هي المادة الحافظة دي؟ اصبري عليا هقولك عليها. بصي بقى المرطة اللي طلعت دي اعمليها سندوتشات، حطيها في المش، لو عندك مش حطيها في المش تبقى جميلة. بصي الجمال، اهي مرطة طلعت كأنك بالظبط مسيحة زبدة. تمام. تمام. تعالي بقى عشان أقولك إيه المادة الحافظة اللي هنحطها في السمنة بتاعتي، بحيث إنك لو جبتي كمية وعملتيها بالطريقة دي وخزنتيها ما تبص معاكي. طب إيه هي المادة الحافظة؟ هقولك أهو عليها. بالظبط كده، فلفل أسمر حصى. هنحط كده كام واحدة في البرطمان بتاعي أهو. ده مادة حافظة للسمنة. أي سمنة هتخزنيها تقعد عندك فترة، حط لها المادة الحافظة دي. فلفل أسمر حصى، أولا مش هيخلي فيه ريحة زفارة، ثانيا هيفضل معاكي كمادة حافظة، يقعد على قد ما يقعد ما يجرالوش حاجة. الطبق ما حطيتش فيه ليه فلفل أسمر؟ لأني هستعمله على طول، مش هيقعد معايا فترة طويلة، فمش محتاج مادة حافظة. تعالي كده بقى بعد ما طلعت من التلاجة، بصي الفلفل الأسمر اهو فوق الوش كده، هي طالعة من التلاجة جامدة شوية، هي كان المفروض أسيبها تسيح شوية. تعالي نختبرها كده مع بعض على ايديكي كده. أي سمنة أو أي زبدة عايزة تختبريها اعمليها كده على ايدك، لقيتيها اتشربت ومش مدهننة ولا مجليطة كده اعرفي إن هي طبيعية، واعرفي إن هي كويسة. بالظبط كده. ما تنسينيش بقى اللايك القمر بتاعك والكومنت القمرين اللي زيك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة بسرعة بسرعة اشتركي في القناة، فعلي زر الجرس خليه على الاسود عشان يجيلك اشعار بأي فيديو جديد بنزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللايك اوعي تنسيه.